وفي بعض المقاطع لسه أنا ما عرضتهاش، منهم هذا المقطع. يعني حتى أنا لما نشرت هذا المقطع أجد أتباع الفايد يصدقون كلامه في أي شيخ حتى على أقل غلطة، ولما يغلط الفايد ويزل يجدون له كل الأعذار. شوفوا ماذا يقول: أي شخص يصف لنا الجنة في كتاب فابصقوا على هذا الكتاب فهو يكذب. لما يصف الله الجنة يصفها بوصف تقريبي، وصف دنيوي، لا يقدر لا أن يصف لنا الجنة كيف هي لأننا لن نفهم، فيصفها لنا بوصف تقريبي مجازي. لا يقدر لا أن يصف لنا الجنة كيف هي، لا يقدر لا أن يصف لنا الجنة كيف هي، لا يقدر لا أن يصف لنا الجنة كيف هي، لا يقدر لا أن يصف لنا الجنة كيف هي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سمعتم هذا الكلام لهذا الفاسد، لكوهين الفاسد، وهذه الإساءة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يقدر، والعياذ بالله كما يقول هو، وناقل الكفر ليس بكافر بالمناسبة، يقول الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يصف لنا الجنة لأننا لن نفهم. طيب الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء، يقدر سبحانه وتعالى أن يصف لنا الجنة بالتفصيل، ويقدر سبحانه وتعالى أن يجعلنا نفهم هذا التفصيل. هذا الكلام لا يقال عن الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يمكن. وعلى فكرة ليست هذه المرة الأولى، برضو سابقا قال الله لا يقدر أن يدخل هؤلاء إلى النار لما كان يتكلم على أديسون ولا يتكلم عن مخترع الكهرباء. يعني لا دخلوا النار غادي يضربوا، نعم ولا لا؟ أعوذ بالله. ولا دخلوا النار ما غادي يقدرش يدخلوا النار. علاش؟ لأن لا يمكن الله سبحانه وتعالى تقول لك من عمل عملا صالحا من ذكر منكم وأنثى فلنحيينه حياة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شوفوا بقى الحق والباطل. هو يقول لك إيه؟ الجماعة اللي بيصفوا الجنة بأوصاف كثيرة ويفصلون كذا، وهذا حق فيه باطل. نعم هناك من أسهب ويعني فتح الموضوع تماما في وصف الجنة، ولكن هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع. أعوذ بالله من هذا الكلام، والله مش عارف، الواحد جسمه بيشعر لما بيقول هذا الكلام. لا يستطيع أو لا يقدر أن يصف لنا الجنة لأننا لا نفهم. لا، نحن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يصف لنا الجنة، ويستطيع أن يجعلنا نفهم، لأنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ما القادر على كل شيء إزاي؟ يعني هذا أبسط. يعني أنت لو سألت أي واحد دايما وإحنا في البيع والشراء ربنا قادر على كل شيء، ده كلام بديهي. أي مسلم عامي متعلم أي إنسان يقولون الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. يأتي هذا ويقول الله لا يقدر لأننا لا نفهم، لكنه سبحانه وتعالى يقدر أن يجعلنا نفهم. فإذا الله قادر أنه هو يصف لنا الجنة، وقادر سبحانه وتعالى أن يجعل عقول الناس وعقول البشر تفهم هذا الكلام، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا. فمن يقول هذا الكلام، هل يمكن أن يقول هذا الكلام شخص ذاق طعم الإسلام والإيمان، تفكر في آيات الله، يقول لك أنا تفكرت في القرآن وكذا؟ وين أنت؟ هذا طعن في الله سبحانه وتعالى، هذه إساءة لله سبحانه وتعالى. ويا ليته يعتذر ويخرج ويقول أنا قلت هذه الكلمة زلة لسان، سبق لسان. لا، الله يقدر يا جماعة، والجنة وكذا، ويقدر أن يعني يجعل عقول الناس تفهم هذا الكلام. والله أنا لو وقعت في هذه الزلة أطلع على طول أعتذر وتنتهي القصة. لا، أتباع الفايد يقولون لا، هو إحنا فعلا مش هنفهم. الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الناس يفهمون أم لا؟ نعم. الله سبحانه وتعالى قادر على وصف الجنة أم لا؟ نعم. الذي يقول لا، هذا لا نصيب له من الإسلام. أعوذ بالله.